هو كأس العالم أصلي ولا تقليد؟ سنة 1966 كانت إنجلترا بتستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لأول مرة. وقتها اتعمل معرض مخصوص للطوابع يوم 19 مارس من نفس السنة، وضم في صالة من صالاته كأس العالم الذهب اللي هو كأس جول ريمي عشان الناس تقدر تزور المعرض وتتفرج عليه. لكن في اليوم اللي بعده على طول الحراس اكتشفوا إن الكاس اختفى، وطبعا الشرطة الإنجليزية قلبت الدنيا لدرجة إنها جندت تلتين رجالتها عشان يدوروا عليه. والاتحاد الإنجليزي أعلن عن مكافأة 10,000 جنيه استرليني لأي حد يقدم معلومات توصلهم للكاس. ويوم الاثنين 21 مارس جه تليفون من شخص مجهول لجو مايرز رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وقتها، والشخص ده كان بيطلب فدية قيمتها 15,000 جنيه استرليني، وهدد مايرز إنه هيدوب الكاس لو بلغ الشرطة أو الصحافة. لكن اللي حصل إن مايرز بلغ الشرطة وعملوا خطة واتفقوا مع الحرامية على ميعاد، وجهزوا فدية عبارة عن شنطة فيها ورق عادي وعلى الوش محطوط عملات حقيقية. وهنا الشرطة قررت تعمل فخ للحرامي. 2 من الضباط اتنكروا وعملوا نفسهم إن هم مساعدين مايرز اللي هو رئيس الاتحاد، وراحوا للحرامي عشان يسلموا الفدية، واللي كان مسمي نفسه جاكسون ده استلموا الشنطة اللي كانوا عاملينها الفدية، وبعدين ركب معاهم العربية علشان يدلهم على مكان الكاس. وفي نفس الوقت كان في فرقة دعم من الشرطة اسمها الفرقة الطائرة، كانت ماشية وراهم بعربيات تانية عشان تراقب الموقف وتأمنهم. لكن لسوء الحظ كانت الدنيا زحمة جدا في شارع كينغتون بارك، والزحمة دي خلت جاكسون يكشف الكمين اللي كان فيه ويشاور للضباط اللي كانوا معاه في نفس العربية على عربيات جاية في الوش ويقول لهم إن الكاس هناك. وأول ما اتلفتوا فتح باب العربية وجري منها بأقصى سرعة، بس ضباط الشرطة ما سابوهوش، طردوه في الشارع وجري وراه لحد ما قبضوا عليه. ولما حققوا معاه اكتشفوا إن جاكسون ده اسمه مستعار، وإن اسمه الحقيقي إدوارد باتشلي، كان يدوب حتة نصاب وكان شغال تاجر في العربيات المستعملة. وكل الحكاية إنه كان طمعان في حوار الفدية ده عشان بس يعمل له قرشين. بس أغرب صدفة اللي حصلت يوم 27 مارس لما واحد اسمه ديفيد كوربت كان بيمشي كلبه بيكلز في منطقة في جنوب شرق لندن. الكلب قعد يشمشم لحد ما لقى لفة جرنان، وصاحبه لما فتح اللفة دي لقاها كاس العالم، وراح أخده وسلمه للقسم عشان بعدها بكل بساطة تعلن الشرطة إنها رجعت كاس العالم. أما السرقة التانية لكاس العالم فكانت في 19 ديسمبر سنة 83، وده لما الكاس كان محفوظ في خزانة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في مدينة ريو دي جانيرو. ووقتها الشرطة احتارت على ما قبضت على الجناه، لحد ما واحد من المشجعين اسمه أنطونيو سيتا بلغ وقال إن اللي سرق الكاس راجل اسمه سيرجيو بيريرا، وده كان موظف بنك ووكيل نادي لكرة القدم اسمه أتلتيكو مينيرو، وهو اللي دبر وخطط للسرقة مع 2 تانيين، واحد منهم ضابط شرطة سابق اسمه فرانسيسكو ريفيرا، والتاني مصمم ديكور اسمه خوسيه لويز فييرا. وكانوا بيحاولوا يقنعوا أنطونيو إنه ينضم معاهم في السرقة، لكنه طبعا رفض عشان حبه لوطنه ولأن أخوه اتوفى لما البرازيل كسبت كاس جول ريمي. وكمل وقال إن الحرامية دخلوا مبنى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وبعد ما عطلوا جهاز الإنذار سرقوا الكاس ومعاه جايزتين تانيين. وبعد البلاغ ده بفترة قليلة اتقبض على سيرجيو وباقي أفراد العصابة. واتقال إن تاجر الذهب الأرجنتيني خوان كارلوس هرنانديز سهر أو سيح الكاس وحوله لسبايك ذهب، وطبعا عشان كده ما سموش عليه وقبضوا عليه هو كمان. ولما صدرت أحكام ضدهم كلهم هربوا، بس مصيرهم كان سيء جدا. فرانسيسكو ريفيرا خلص عليه 5 رجالة في بار سنة 89، وخوسيه لويز فييرا اتقبض عليه تاني وخرج من السجن سنة 98، وتوفى أنطونيو سيتا سنة 85 في حادثة عربية. وتاجر الذهب خوان كارلوس هرنانديز فده عاش له شوية حلوين، لأنه اشترى عمارة كبيرة في مكان محترم في مدينة ريو دي جانيرو بعد السرقة بفترة قصيرة، وبعدها هرب لفرنسا. بس طبعا اللي فيه ده ما بيبطلوش، فاتقبض عليه سنة 98 في محطة أتوبيسات في ساو باولو بتهمة الإتجار في المخدرات، ويخرج بعدها من السجن سنة 2005. وده بعد 2 سنين من وفاة العقل المدبر للسرقة دي كلها سيرجيو بيريرا اللي توفى سنة 2003 بأزمة قلبية بعد ما خرج من السجن سنة 98. وبالنسبة للكاس الأصلي فده مرجعش أبدا، واتسلمت بداله نسخة طبق الأصل من كأس جول ريمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم سنة 1984، وده بعد ما كانت الفيفا اعتمدت النسخة المعروفة حاليا من الكاس سنة 1974.